التي بار رو. تعالوا نشوف التمرين ده بيستهدف عضلة ايه، وخليك معايا لاخر الفيديو هقولك على كام تركاية تاخد بالك منها. طيب اولا عضلة مستهدفة هنا هي عضلة اللاتس، او زي ما بنقول عليها ايه، الماجنس. تعالوا زي ما اتعودنا مع بعض نشوف الاداء الصحيح والاخطاء اللي الناس بتقع فيها. اولا هتفرد صدرك على البنش وتمسك القبضة الضيقة وايدك تبقى قريبة من ظهرك، وتبدأ تسحب الوزن لحد مستوى ظهرك وترجع تفرد ايدك للآخر بالراحة وتبقى كنترول على الوزن، وطبعا تكرر لحد ما تخلص عداتك. طيب تعالوا نشوف التحليل الحركي زي ما احنا متعودين. الحركة هنا اسمها شولدر اكستنشن، واللي بيساعدوا في الحركة دي هي عضلة الكتف الخلفية اللي هي posterior deltoid، وعضلة الترس ميجر اللي هما باللون الوردي زي ما احنا شايفين في الفيديو هنا. هما مسؤولين عن حركة تمديد الكتف بمساعدة عضلات تانية زي بريكاريدياليس وبايسبس بريكياي، تعمل حركة البو فليكشن اللي هي تاني كوع. وعندك البنش اللي بتلعب عليه ده هو اللي هيبقى سبورت ليك، وهو اللي هيبقى الستابلايزر بتاعك، هو اللي بيثبت جسمك. تعالوا بقى نشوف التركاية اللي قلنا عليها. لاحظ التغيير في الالوان في نهاية الحركة كده، بمجرد ان كوعك عدى اللاتس كده عضلة الكتف الخلفية هي مهيمنة على الموقف يا معلم، وهي اللي شغالة اكتر من اللاتس. في خطأ ممكن تقع فيه، لازم كوعك يبقى قريب من اللاتس وانت شغال، لان كل ما بعدت كوعك عن اللاتس انت كده هتشغل عضلات تاني زي مثلا الكتف الخلفي. وكده نبقى شرحنا كل حاجة انت محتاج تعرفها في التمرينة دي. تابعنا عشان تعرف الاداء الصحيح والتشريح لكل تمرينة، وما تنسوش تكتبوا لنا في الكومنتات ايه التمرينة اللي عايزيننا نشرحها، وطبعا شير وفول عشان الكل يستفاد ويتمرن صح.